الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول الموضوعات التي سنتحدث عنها في دروس هذا الشهر الكريم هي الحديث عن حكم صيام شهر رمضان. ما منزلة صيام شهر رمضان في الدين؟ من أهم خصائص هذا الشهر، بل أهم خصائصه على الإطلاق، هو أن الله عز وجل جعل صيامه ليس فريضة فقط من الفرائض، وإنما جعله ركنا من أركان هذا الدين. في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد أجمعت الأمة على ركنية صيام شهر رمضان، وعلى أنه مما علم من الدين بالضرورة، فمن ترك صيامه مستحلا لذلك فهو كافر خارج من الدين، ومن تركه تهاونا به فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر دونها كثير من فسق أهل الفسوق وعصيان أهل العصيان. إلى حلقة قادمة من هذه الحلقات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.